دلوقتي جينا الفيديو مهم من فيديوهات السلسله بتاعتنا، واللي فيها نتكلم عن ايه اللي مستنيك لو ما اتعلمتش طورت نفسك. المحتوى ده بتاع الفيديو ده والفيديو السابق واغلب الفيديوهات الجايه هيكون ايفر جرين كونتنت او محتوى دائم الخضره، بحيث ان المبادئ والحاجات اللي هنتكلم فيها بشكل عام تنفعك، سواء بتتعلم مجال من المجالات دي او بتتعلم حاجه مثلا في الكليه او المدرسه بتاعتك او اي حاجه بره عنهم بشكل عام. فالكلام هيكون عام عشان تقدر تطبق النصايح والحاجات اللي فيه على اي حاجه في حياتك بشكل عام. خلينا نتكلم بشكل يعني سريع، علشان لو انت مثلا من الناس اللي بتشوف دقيقه ولا دقيقتين من الفيديو بس وتخرج، هقول لك ايه اللي ايه اللي مستنيك. زي ما انت شفت على الشاشه قدامي دلوقتي مثلا كده، المستنيك ان الظروف هتسوء، الظروف العامه بتاعه البلد وخلافه هتسوء، مش هتبقى احسن، وانت هتغرق مع الحاجه دي، انت هتغرق مع الظروف هتبقى اسوء، او هتبقى من هنا لتحت وانت هتبقى بتنزل معاها لانك مش بتطور نفسك. حاجه تانية، نفسك انت اللي يعني نفسك اللي بين جنباتك او نفسك انت اللي يعني نفسك انت، هتلاحظ ان انت مش راضي عن نفسك، بجانب ان انت هتبقى ساخط على الناس مع الوقت، والمشاعر ايا يكن المشاعر اللي عندك هتتحول لسخط ولحسد على الناس فيما بعد، حتى لو الناس دي ما عملتلكش اي حاجه. حاجه كمان، الذكاء الاصطناعي وتاثيره على شغلك او على الشغل بشكل عام. الذكاء الاصطناعي ومهما كان عنده قدرات دلوقتي او عليه الليميتيشنز دي هتتشال عليه مع الوقت، من عليه مع الوقت، والقدرات دي هتزيد، فهيقدر ان هو يتدخل في اغلب الوظائف، فبالتالي هتلاقي المنافسه شديده. هنتكلم عن كل النقط دي بالتفصيل بعدين. حاجه كمان، اللي هم اهلك، وخيبه الامل اللي انت هتشوفها في عينيهم او هتحسها منهم، او هم هيبقوا عايشينها وهيبقوا فيها بسببك. تمام، هنتكلم برضو بالتفصيل عنها. وحاجه كمان الا وهي ان انت هتحرم نفسك انت وهتحرم ولادك المستقبليين واسرتك انت المستقبليه ان شاء الله من وضع كويس تقدر او ممكن ان انت تعيشهم فيه لو اشتغلت على الموضوع من دلوقتي. خلينا نتكلم بالتفاصيل عن كل واحده. اول نقطه خالص الا وهي ان انت الظروف هتبقى اسوأ وانت هتغرق معاها. بمعنى ايه؟ بص، خلينا نقول ان انت مثلا دلوقتي في 2024 مستوى المعيشه مثلا هنا، يعني مثلا مستوى دخلك انت هنا، متطلبات المعيشه وخلافه، مع الوقت متطلبات المعيشه بتزيد. بص مع الوقت بتزيد كده، بتزيد. الزياده دي حصلت كده، يعني ما حصلتش مثلا من هنا هوب مره واحده طلعت كده، لا، على وقت، على مدار مثلا سنه ولا سنتين ولا ايا يكن. انت بقى دخلك انت، هي مستوى المعيشه ده طالع كده، انت دخلك ما كانش طالع موازي ليها، ولا حتى طلع اكتر منها او ابعد منها، فانت بالتالي مثلا ما تاثرتش بالازمه دي او ايا يكن. ولكن غالبا انت كشخص مش بيطور نفسه او مش هتطور نفسك، هتلاقي ان انت مستوى المعيشه زاد ودخلك انت قليل. ويعني دي كل ما بتزيد كل ما دي بتقل، كل ما دي بتزيد كل ما دي بتقل. حتى لو انت كان دخلك بيزيد مع الزياده مثلا متطلبات المعيشه وخلافه، ففي مازال في فجوه او في جاب هنا كبيره، مش هتعرف، يعني هتخليك دايما في شقاء او في تعب. بمعنى ايه؟ مثلا متطلبات المعيشه، او مثلا عشان تعيش بمستوى كويس لازم يبقى دخلك كمثال 1000 جنيه. 1000 جنيه هنا هم مثلا، وانت دخلك اصلا 700 جنيه ولا ايا يكن. جه بعد الوقت ومع التضخم ومع الظروف والحروب وخلافه، جت ال 1000 جنيه المطلوبه بقى مطلوب مثلا 1300 او 1500 جنيه. 1300 جنيه، مش هنقول 1500 ولا 2000 زي ما بيحصل، بس خلينا نقول 1300 جنيه. انت مع الوقت، بص، هي كانت هنا 1000 جنيه وانت مثلا 700 جنيه، ال 1000 جنيه بقوا 1300 وانت ما زلت عند ال 700. ممكن مع الوقت بقى وبعد مش عارف ايه والقرار الدوله لما تعمل وتسوي، ال 700 جنيه بتوعك انت يزيدوا مثلا، خلينا نقول انهم هيزيدوا 1000 جنيه. مازال هتبقى مثلا هنا، مازال نفس الفجوه اللي كانت تحت هنا طلعت هنا. فهتلاحظ ان انت لو مش بتطور نفسك علشان تبقى موازي للمتطلبات المعيشه وخلافه او تبقى اعلى منها، هتلاحظ ان انت هتلاقي ان انت دايما تحت، دايما في فجوه كبيره. الفجوه دي فيها فيها تعب، فيها حياه مش كويسه، فيها احلام عندك انت بتضيع، فيها حاجات كتير. ومش بقول ان انت سبب في ضياع احلامك كل الحاجات دي، عشان انا عارف الظروف انها مش حلوه عليا وعليك وعلى كل الناس طبعا، بس بقول لك انت ممكن يعني تحسن نفسك. ليه بقول لك كده؟ بص، الازمات من المتعارف عليه ان الازمات يعني الناس في الازمات بتصنع ثروات. بمعنى ايه؟ معنى ان في ازمات زي مثلا ازمه ايا يكن بقى، ازمه كذا او ازمه كذا او ازمه، مش هسمي حاجات والله فعلا، بس اي ازمه، في ناس في الازمات دي يعني الازمه دي بتنزلهم تحت الارض، بيبقوا مثلا كانوا في مستوى كويس وبينزلوا في مستوى اوحش او ايا يكن. في ناس الازمات دي بتخليهم يعملوا ثروات او بتحسن اوضاعهم او ايا يكن. بمعنى ايه؟ معنى ان انت مستوى المعيشه، خلينا نقول مثلا مستوى المعيشه هنا اهو، متطلبات المعيشه وخلافه، وفي واحد تاني هو مستوى المعيشه بتاعه فعلا مع الازمه، بس مثلا الازمه
يعني ازمه حصلت فبالتالي متطلبات المعيشه وخلافه بتزيد، هو الراجل اصلا بقى كان استغل الازمه دي لصالحه او اشتغل على نفسه او ربنا كرمه او ان يكن، فالبتاع كانت بتزيد هنا، كانت بتزيد كده، بس هو بقى مستوى دخله طلع كده مره واحده، او طلع كده بعيد خالص اصلا عن مستوى الازمه. ما الازمه طلعت وكبرت وزادت واثرها وبقت وحشه، مش هتاثر عليه هو. تمام. انت بقى كشخص يعني واعي وشخص محظوظ، عندك مثلا يعني عقل بتفهم بيه وبتستوعب بيه الكلام اللي بقول لك عليه دلوقتي مثلا، او الكلام اللي انت بتقراه وبتشوفه في اي مكان، فانت هنا محظوظ. كشخص برضو عندك ايدين ورجلين، فانت كده محظوظ. حتى لو عندك ايدين بس ورجلين فيهم مشاكل، وعندك رجلين وايدين فيهم مشاكل، برضو ما زلت محظوظ بالنسبه لناس كتير جدا تانية. تمام. وانت كشخص عنده وصل يعني اتصال بالنت وخلافه احسن من ناس كتير ما عندهاش اتصال بالنت، كحد عنده وقت قادر يستثمره، كحد عنده معارف ممكن يساعدوه، كحد عنده أو حتى يعني مش عايز اقولها كده، بس حد بيشوف فيديوهات زي كده دلوقتي وصلت مثلا لغايه دلوقتي، فانت محظوظ اكتر من حد. مش هقول لك اكتر من حد يا سيدي، اقول لك محظوظ اكتر مني انا شخصيا. زمان في 2017 لما كنت بتمنى ان انا يعني اول ما عرفت عن شغل على النت وخلافه، وكنت بقى يعني والله كنت زي الشخص اللي هو مدمن مخدرات وبيجري عشان ياخد الجرعه بتاعته ومش عارف يجيبها منين. فانا كنت حرفيا بدور على اي حاجه ليها علاقه بالعمل الحر والحاجات دي. زمان ما كانش مشهور كفايه، اللي هو لما بتكلم بقى العمل الحر بقصد بيها العمل الحر اللي هو الفريلانسنج والشغل الديجيتال على النت بشكل عام والحاجات دي كلها. كنت بدور في كل مكان، واي حاجه بلاقيها بقراها، اي كتاب بلاقيه مثلا بنزله بقراه، اي فيديو بشوفه، اي بوست بشوفه او بقراه ايا يكن. فانت كحد وصلت لحد دلوقتي، فانت محظوظ عني انا زمان، مش هقول لك عن حد تاني. حلو لحد كده. انت كل الحاجات دي لازم تستغلها عشان هتسأل عنها بعدين، هتسأل عنها لما نموت كده وبتاع، هنسأل عن شبابنا وصحتنا وكل الحاجات دي افنيناها في ايه؟ حد تاني، حد ربنا لإرادة معينة، لإرادة الله يعني، اللي غالبا مش عارفينها وغالبا ممكن ما نعرفهاش حتى. ربنا رزقه برزق معين وبحدود معينة، انت رزقك عندك سعة في الجسم وممكن في الرزق وفي حاجات تانية كتيرة مش عند الشخص التاني. انت ما استغلتش الحاجة اللي عندك دي ليه؟ تمام. فدي نقطة تانية ألا وهي إن أنت موضوع نفسك والمقارنات اللي أنت هتحسها بينك وبين الناس. بص خلينا نقول، إحنا في الأول خالص إحنا كبشر بنتولد على الفطرة. تمام. ممكن بقى يعني مش بقصد الموضوع اللي هو الفطرة مثلا اللي هو الإسلام وخلافه، وإن كان ده صح طبعا، بس إحنا بنتولد على الفطرة. المشاعر اللي عندنا مشاعر كلها كويسة، مشاعر كلها جميلة. قبل ما يعني بنكبر وبنتلوث من الآخرين ومن شياطين نفسنا وخلافه. لذلك انت بتلاقي الاطفال هم اقرب ما يكون للبراءه التامه. مع الوقت ومع تقدمنا في السن ومع حاجات كتير ظروف بنتعرض لها، الحاجات دي المشاعر دي بتتغير، بيبقى فيها حاجات يعني حاجات بتتغير، حاجات وحشه بتدخل مع الحاجات الحلوه بتفسدها، الحاجات الوحشه بتزيد عددها كمشاعر وخلافه يعني. المهم من الحاجات دي حاجه مهمه جدا الا وهي الجزء بتاع الحسد. انت مثلا خلينا نقول انت كشخص مثلا عندك بتمسك الموبايل بتاعك كده مثلا تسكرول عليه مثلا ساعه ولا ساعتين ولا ان يكن ساعتين ثلاثه على السوشيال ميديا بشكل عام، ممكن في الساعتين ثلاثه دول تلاقي ان انت وانت بتسكرول شفت حد هنا اتجوز، واحد تاني مش عارف سافر، واحد تالت اترقى في شغله، وحد رابع سافر مكان مش عارف اللي هي فيكيشن او يعني بيتفسح، وحد رابع بيعمل كذا، وحد خامس، وحد عاشر، والى اخره من الحاجات دي كلها. انت لما تشوف كل الحاجات دي وانت قاعد في بيتك او انت في وضع مش كويس او انت بقالك سنين كتير بتحاول في حاجه معينه او ايا يكن الحاجات دي، انت ممكن مع الوقت مثلا يعني في اول مره تشوف بوست مش عارف ايه مبروك يا صاحبي وعاش الله يوفقك تستحق الموضوع مش عارف ايه، حد تاني مش عارف مبروك والله يوفقك ويعني استمتع باجازتك ولا ايا يكن، وحد تالت كذا وحد رابع كذا. لما تكون بتعمل الحاجه دي كل يوم، انت مع الوقت هتلاقي ان انت مشاعرك يعني او تقبلك لذاتك انت او لنفسك انت بيقل مع الوقت. ومع الوقت هتلاقي ان انت المشاعر اللي هي كانت مع الناس اللي هي كانت بريئه ولطيفه وكلها حاجات ظريفه وكده، هتلاقي ان هي بتقل مع الوقت، وهتلاقي ان انت احساس اللي هو الفرح للغير هيتحول مع الوقت لحسد. تمام. هيبقى سخط وحسد وخلافه، بعيدا بقى عن التدرج بيمشوا ازاي، بس يعني هيتحول لحسد على وقت يعني على مدار فتره كافيه، وبعد يعني عدد من المرات كافيه تتعرض فيها لحاجات زي كده، في حين ان انت قاعد في مكانك. مش بقول لك ان انت يعني كل ما تشوف حد تعمل يعني ما تباركلوش ولا ما تفرحلوش ولا يكن، بس بقول لك ان انت غالبا مع الوقت ده اللي هيحصل ليك انت. الملام هنا مين اصلا في الحوارات دي كلها؟ الملام بنسبه كبيره جدا جدا هو انت. ليه الملام هو انت؟ عشان انت اللي فاتح على نفسك كل الحاجات دي كلها. المثل بيقول لك ايه؟ المثل بيقول لك ان جالك يعني الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، الباب اللي بيجي لك منه هوا سده اقفله. قياسا على نفس المثل،
انت هنا الملام في الموضوع هو انت، لان انت دايما انت اللي معرض نفسك لكل الناس دي كلها وكل الاحداث وكل الحاجات اللي ناس تعرف، ناس من بلدك وناس من بلد تانية وناس من زمان جدا وناس غريبة عليك وناس هنا وناس هناك وناس بتتابع اخبارهم بشكل عام وخلافه، فانت اللي بتعرض نفسك لكل الحاجات دي كلها. دي نقطة. النقطة التانية، مين او ايه اللي هيخلي مشاعرك تتحول من مشاعر كويسة لمشاعر وحشة؟ بص خلينا نقول لو انت شخص عندك اعداء كتير جدا، من ضمن الاعداء دي عدو قوي جدا، وعدو تاني عنده نفوذ، وعدو تالت عنده مثلا سلاح ومش عارف ايه، وعدو رابع عنده علاقات وخلافه، وعدو بقى غيرهم خالص. العدو ده انت مش شايفه، هو عدو وموجود بس انت مش شايفه. مين بقى اقوى عدو في وسط الاعداء دي كلها؟ هل اقوى واحد فيهم، ولا هل الشخص اللي عنده علاقات كتير، ولا اللي معاه فلوس كتير، ولا ايا يكن؟ اقوى عدو في الاعداء دي كلها اللي ذكرناهم لغايه دلوقتي هو العدو اللي انت مش شايفه. ليه؟ انت كده كده مش شايفه، انت ما تعرفش هل هو مثلا قوي جدا اقوى منهم كلهم، ولا هل هو معاه سلاح كتير ومعدات وخلافه، ولا هل هو فعلا عنده يعني خزائن الارض كلها فلوس، ولا هل هو اصلا حواليك دلوقتي ولا هو مش حواليك، هل هو بيأذيك وانت مش شايفه، ولا هل انت بتشوفه مره ولا لا ومره لا، او ايا يكن. ده عدو انت مش شايفه. طيب مين العدو ده بقى؟ وهل هل هو معانا ولا مش معانا؟ العدو ده هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه يعني يجري من ابن ادم مجرى الدم. مين هو؟ النبي وصف الشيطان بكده، ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. وانت احنا نفسنا يعني في العاده شياطيننا او الشيطان او شياطيننا دايما موجوده معانا بتوسوس لينا، تمام؟ فانت هتلاقي ان انت وانت بتتفرج على الاخبار وبتتابع الاحداث الاجتماعيه وبتتابع شخص اترقى وشخص مش عارف عمل كذا وشخص عمل كذا وشخص عمل كذا، هتلاقي ان انت مع الوقت ومع وسوسه الشيطان ليك هتلاحظ او هتلاقي ان انت كشخص مشاعرك بتتغير، والحب والفرح والمش عارف والمباركات وخلافه هتلاقي انها بتتغير من مع يعني بالنسبه للناس ومن بعد ما كانت مبروك وعاش مش عارف ايه والحاجات دي كلها، تلاحظ ان انت في غصه هنا كده، في حاجه انت مش انت مش متضايق منهم، بس انت متضايق من نفسك، ومع الوقت هتبقى متضايق منهم هم. تمام؟ من تاني، الشخص الملام هنا هو انت مش حد تاني. تمام؟ ننتقل لنقطه كمان عشان بس الفيديو ما يطولش كتير. ننتقل لنقطه كمان، النقطه الثانيه الا وهي الذكاء الاصطناعي. والنقط دي كلها مش جايه بترتيب، يعني الترتيب بتاعها عادي، وترتيب شويه او نوعا ما عشوائي. الاي اي، الارتفيشال انتليجنس، واحدة من المشاكل او اللي هي المخاطر اللي عليك وان يكن كشخص مش بيطور نفسه في الحياة بشكل عام، هو يعني كخطر هو الذكاء الاصطناعي. ليه؟ بص، الذكاء الاصطناعي الاي اي او خلينا نقول مثلا الشات جي بي تي واوبن اي اي وخلافه مشهوره او الاستخدامات او انتشرت يعني بابليكلي او بشكل علني او للجمهور بشكل عام من حوالي سنتين لغايه دلوقتي، تقريبا سنتين. المستوى التقدم اللي حصل في السنتين تقريبا، قلت الكلام ده في فيديو سابق مش فاكر الصراحه 12 ولا لا، بس مستوى التقدم اللي حصل خلينا مثلا ان هم ايه في تقدم وصلوا لمستوى قد كده في خلال مثلا سنتين، ماشي؟ نفس مستوى التقدم ده هيقدروا بقى يوصلوا لاعلى منه او اكتر منه مش في خلال سنتين، في خلال شهور بس. طب ده ايه المشكله فيه؟ ما فيهوش مشكله، حاجه حلوه لو هتستغلها لصالحك، حاجه وحشه لو هتبقى بتتقلب عليك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي كشخص مثلا، انت دلوقتي كشخص مش بتطور نفسك اصلا في الشغل، او انت مثلا مش بتعلم نفسك حاجات جديده او ايا يكن، انت عندك نموذج او موديل او ايا يكن للاي اي، في الاي اي او من الموديلز او النماذج بتاعه الاي اي، هو اصلا كده كده صباح الخير عنده معلومات ومعارف وخلافه كتير جدا، عارف حاجات كتير جدا عن كل حاجه. الاي اي ده هو انت مش هتلاقي اي ده مثلا يخرج من موبايلك ولا يخرج من الكمبيوتر ولا يكون كشخص، يبقى مثلا انت رايح تقدم على شغل وهو رايح يقدم معاك، مش هتبقى كده. بس الفكره ان انت هتلاحظ او هتلاقي ان انت في الاول مثلا كنت زمان، خلينا نقول مثلا، خلينا بس نبدا كده ايه قصتنا من الغيط للاي اي ازاي ده حصل. بص، زمان خالص كان في اللي هو العصر الزراعي، تقريبا بيسموه العصر الزراعي. مثلا زمان كان الناس مثلا واحد بيزرع كذا والتاني بيزرع كذا، لو الشخص الفلاني الشخص الاولاني عايز حاجه من عند الشخص التاني كانت بتتم الموضوع بينهم ازاي؟ ما كانش فيه فلوس، كان فيه مقايضه. انا مثلا بزرع قمح وانت بتزرع طماطم، وانا عايز من الطماطم اللي عندك هديك من القمح بتاعي، تمام؟ وبقى طبعا بنوسع المثال ده على المجتمع بشكل عام، واحد بيزرع حاجه والتاني بيصنع حاجه والتالت بيعمل خدمات معينه، وهكذا كانت المقايضه شغاله بالشكل ده لغايه ما مع الوقت طبعا عملوا الفلوس. بس خلينا ننتقل بعيدا عن الفلوس، بعد الفتره الزراعيه دي او العصر الزراعي ده جه موضوع الصناعه.
بقى الناس او جزء كبير من الناس اللي هم كانوا فلاحين في الغيطان وخلافه بقوا بيشتغلوا في مصانع. تمام. بعد المصانع اللي حصل في جزء او في طفره ثانيه حصلت قبل النت، الا وهي ايه؟ طبعا النقله الثانيه كانت النت وخلافه، بس قبل النقله الثانيه ودينا نتكلم عنها، الا وهي ايه بقى؟ عصر او فتره دخول الالات المصانع، واللي فيها كان في الاول مثلا المصنع بيفتح وبيوظف 500 شخص مثلا، لان في كمثال في 500 مكنه حلو، محتاجه 500 شخص يشغلوها عشان ينتجوا في الدقيقه او في الساعه 500 منتج او ايا يكن. مع الوقت بقى في الات متطوره كفايه ان هي تعمل مهام 10 ماكينات مثلا او 50 مكنه او ايا يكن. فبالتالي بعد ما كانت ال10 ماكينات دي في مكنه واحده بتأدي دور 10 ماكينات تانيين. المكنه الواحده دي بعد ما كانت ال10 ماكينات محتاجين 10 اشخاص، المكنه الواحده بقت محتاجه شخص واحد بس او شخصين يشغلوها. فبالتالي في 8 أو 9 اشخاص مع كل مكنه جديده بتدخل المكان، في 8 أو 9 اشخاص بيفقدوا شغلهم. بس مازال في الطلب بيزيد على مين؟ بيزيد على الشخص اللي هو بيعرف يشغل الالات، اللي هو فاهم الصنعه نفسها وفاهم الاله. يعني الاله هنا الشغل هنا، والمطلوب والصنعه هنا، والاله هنا. في فجوه في النص، مين الشخص اللي هو الموصل يعني. تمام. هي بالمناسبه في كونسبت في البيزنس الموضوع ده بالمناسبه، يعني اللي هو الوسيط، اللي هو الميدل مان، الشخص اللي هو الوسيط. زي ما مثلا البنك، انت مثلا عايز تعمل معامله على النت، معاك الفلوس في ايدك او الفلوس انت عندك فلوس بشكل عام وعايز تشتري حاجه مثلا من حد خلينا نقول على النت، مين اللي هيدفع الكلام ده؟ انت اصلا شخص مش عارف او مكان مش عارف عينك. البنك هو الوسيط، البنك هو بيعمل المعامله دي وبياخد عليها نسبه معينه، هو بياخد منك او بيكسب منك، حتى لو عامل لك المعامله فري بشكل عام هو بيكسب منك. يعني الموضوع حوارات كبيره وكده، بس فكره الميدل مان معروفه في البيزنس، ومن اكتر البيزنسز اللوكريتيف او اللي فيها فلوس والشغل فيها مربح هي اللي بتبقى قايمه على فكره الميدل مان. هي اللي بتبقى قايمه على فكره الميدل مان، مش ان انت تبقى شخص بتصنع الحاجه، ولا الشخص اللي بيبيعها، انت تبقى الشخص الوسيط بيوصل ده بده، بيوصل ده بده، بيحل مشكله ده مع ده، وانت في النص بتاخد فلوس كتير جدا، بنسبه كبيره بتاخد فلوس كتير جدا على الموضوع ده، وانت يعني بنسبه ما ايدك نضيفها زي ما بيقولوا يعني. المهم، فانت هنا المهنه هنا او الوظيفه او ايا يكن هنا، والاله هنا، في شخص في النص، الشخص ده مع كل الناس اللي بتمشي، هو في ناس بتمشي وبتخسر وظيفه، بس الشخص ده الطلب عليه بيزيد لان هو عنده معرفه مشتركه بين الاثنين. انما الموظفين اللي بيمشوا هم عندهم بس معرفه بالمكنه نفسها وبالصنعه نفسها بس، انما المكنه الجديده او الحاجه المتطلبات الاجدد مش عارفينها، فهم بيمشوا، بس الطلب على الشخص اللي في النص بيزيد. فانت من هنا من تاني هنا، انت اصلا كشخص، انت اساسا كده كشخص يعني في المثال ده، انت ما بتتعلمش الحاجه، ما بتتعلمش الصنعه وما بتتعلمش تشغل المكنه اللي هي بتبقى محتاجه شخص واحد. ماشي. فانت اصلا ما عندكش ولا عندك معرفه ولا في بالك اي حاجه عن المكنه اللي هي بتحتاج، اللي هي بتستغني عن 10 اشخاص. انت فاهم؟ انت فاهم انت ضايع قد ايه؟ وصل لك الفكره دلوقتي؟ فانت دلوقتي كشخص مش بتتعلم حاجه ومش بتطور نفسك او ايا يكن، انت المنافسه بتشتد، لان كده اصلا يعني جزء كبير من المجالات بتبقى مع الوقت بتتملي، هي مع الوقت بتتملي، بس كده ليك فرصه، بنسبه كبيره ليك فرصه في اغلب المجالات. مش بقول لك ان مثلا حاجه عشان ما هي تشبعت او بقت ساتوريتد ان انت مش هتعرف تعمل حاجه، لا خالص والله خالص. اغلب المجالات تشبعت وكل حاجه، بس في فرص، ما زال في فرص. ليه اقول لك كده؟ عشان بس اقفل النقطه دي. ليه كده؟ بص، خلينا نقول مثلا دلوقتي في 100 جرافيك ديزاينر في مصر مثلا، ماشي؟ بعد سنتين 3 هو هيبقوا نفس ال100 دول، هيبقوا هم نفس ال100 الموجودين، ولا ال100 دول هيبقوا 90 واحد، ولا هيبقوا 120 واحد، ولا ايا يكن؟ بنسبه كبيره ال100 غالبا ممكن يبقوا 150. مش هقول لك مش هيبقوا 110 ولا 100 ولا 90، هيبقوا 120. خلينا نقول ال100 يا سيدي كلهم كانوا كويسين، تلاقي برضو ان ال120 او 150 جزء كبير جدا منهم كويس. طب بعد سنتين كمان ولا هتلاقيهم بقوا 200 وشويه، فاهم؟ فبالتالي انت ليك فرصه ان انت بين الناس دي كلها، ايا يكن المجال، ايا يكن البيزنس، حتى ايا يكن اي حاجه. طبعا فيه معايير، وان انت ما تروحش لحاجه بتغرق وتروح فيها، او تروح مثلا لمجال هو اصلا كده خلاص، يعني خلاص الناس مرطرطه في كل حته، وتروح تقول انا هتميز فيه. ممكن تعمل، ما زال ممكن تعمل ده، بس تاخد مجهود، وعايزه يعني عايزه انت اصلا تكون مواصفات معينه فيك وخلافه يعني. المهم ممكن والله لما نتكلم عن الجزء ده بس بعدين خالص بقى. المهم بره السلسله، فانت دلوقتي اصلا مش بتطور من نفسك، فبالتالي انت مش بتطور من نفسك، مش بتعمل حاجه، فبالتالي انت عندك مشكله كبيره ان انت اصلا مش فاهم حاجه، مش عارف حاجه، مش عارف مهاره مطلوبه. بجانب ان انت مع الوقت في ناس اللي هم في النص اللي قلنا عليهم الطلب عليهم بيزيد، وفي اصلا الاله اللي بقى اي اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي هو بيدخل في اغلب المجالات دلوقتي،
هيبقى بيأثر على الموضوع، وحتى بيقلل من عدد الناس اللي هي في النص اللي مطلوبين. تمام. فانت بقى بالنسبه لك انت الحد اللي هو على الله حكايته، انت هتضيع مع الوقت. وصل لك الفكره؟ فانت كحد لو ما اتعلمتش حاجه تشتغل بيها، ما اتعلمتش حاجه مطلوبه، مهاره مطلوبه او مهارات مطلوبه او ايا يكن، هتبقى في وضع وحش مع الوقت. مع الذكاء الاصطناعي هتبقى في وضع اوحش. ليه؟ برضو خلينا نديك مثال تاني. بص، انت زمان مثلا، خلينا نقول مثلا زمان انت مثلا عايز تتعلم الفيديو اديتنج او الجرافيك ديزاين او الداتا اناليسيز او ايا يكن. زمان مثلا من 10 سنين فاتوا، كان في كام حد في مصر مثلا عنده المهاره اللي هي بتاعه الجرافيك ديزاين او الفيديو اديتنج او غيره؟ وكان في قد ايه مصادر للتعلم؟ ماشي، خلينا نقول ان هو كان في 100 شخص زي ما كنا بنقول من شويه، في 100 شخص شغالين مثلا في المجال اللي انت عايز تدخله. حلو. وكان في قد ايه مصادر تعلم؟ غالبا كانت قليله جدا، عكس دلوقتي. انت دلوقتي عندك في كل مكان حرفيا ممكن تتعلم منه. بس زمان ما كانش الموضوع ده موجود. زمان كان مثلا لما يبقى في وظيفه مثلا عايزين جرافيك ديزاينر ولا فيديو اديتور ولا ايا يكن، كان بيبقى مثلا في مش ال100 بيقدموا عليها، لان ال100 اكيد مثلا جزء كبير منهم شغال وجزء تاني مش عايز يشتغل مثلا في حاجه اضافيه وجزء مش عارف. بس خلينا نقول مثلا ان الوظيفه بيتقدم عليها يا سيدي، مش هقول لك 50، هقول لك 70 حتى. ماشي. طيب بعد الكلام ده مثلا من 10 سنين. طيب سيب من 10 سنين دي وخلينا نرجع من 7 سنين فاتوا بس، يعني بعد 3 سنين من الموضوع ده. الوظيفه لو جه مثلا جت نفس الشركه او شركه تانية طرحت وظيفه تانية او جوب بوست او غيره، مطلوب فيه مثلا كذا موظف كذا، السوق مع الوقت بعد ما كان فيه 100 شخص بس زي ما قلنا كده، بقى هيبقى فيه 150 و250 و300 و500 و700. بعد كام سنه بس هتلاقي ان الوظيفه بيتقدم عليها كام شخص؟ بعد ما كانوا 50 هيبقوا كام؟ وقلنا مثلا ان ال 50 ال 100 شخص زادوا مثلا ل 150، هتلاقي ان في ممكن 100 شخص بيقدموا عليها. فانت المنافسه مع الوقت بتزيد، المنافسه بتاعتك مع الوقت بتزيد. طيب كمان مثلا احنا قلنا 10 سنين 7 سنين، خلينا نقدم اكتر ونقول مثلا ايه 5 سنين او النهارده مثلا، هتلاقي ان انت الوظيفه اللي بتقدم اللي هي مثلا الوظيفه اللي بتبقى متاحه بيبقى مقدم عليها رقم مهول. ماشي. فانت بقى كشخص مش بتطور نفسك، انت ازاي هتنافس مع الناس دي؟ والاصعب ان انت بقى ازاي هتنافس مع اصلا الناس بقى اللي هم مثلا يعني مع الوقت بقى مثلا خلينا نقول ان في شركه محتاجه توظف 4 موظفين في نفس الوظيفه الواحده بس. الشركه دي مع الوقت ومع الذكاء الاصطناعي وخلافه هتبقى محتاجه ان هي توظف شخص واحد بس، ومع شويه تولز قادر يعمل مهام الشخصين او الثلاثه التانيين اللي كانوا معاه. تمام. فانت شخص من تاني مش عارف اصلا مجال او مهاره مطلوبه، اما تتعلم وتعمل وتسوي هتلاقي ان انت بتنافس مع ناس كتير جدا. ومع الوقت برضو تاني هتلاقي ان انت بتنافس مع الناس اللي عارفه ازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي، او الذكاء الاصطناعي نفسه هيبقى بينافس معاك بشكل غير مباشر. زي ما قلنا انت مش هتلاقي الذكاء الاصطناعي يخرج من الموبايل بتاعك او يخرج من الكمبيوتر وتلاقيه لابس بدله ورايح يقدم على الشغل زيك او معاك يعني، ولكن هيبقى بيدخل بيعمل اوتوميشن، بياكل من الوظيفه جزء، كل شويه بياكل منها جزء. بدل ما كانت الوظيفه او الحاجه محتاجه شخصين 3 عشان يعملوها، لا محتاجه شخص واحد بس. بدل ما كانت محتاجه مش عارف مثلا يعني، بدل ما كانت نسبه الاوتوميشن زي ما اتكلمنا عنها في الفيديوهات السابقه مثلا كانت في الوظيفه دي 1%، بقت 5 وبقت 10 وبقت 20 وبقت 30 وايا يكن النسبه اللي هي بتكون، غالبا ما بتكون في تزايد. تمام. احنا كده مش احنا بنتكلم عن مهارات الشغل الديجيتال او المجالات الشغل الديجيتال، مش بنتكلم مثلا عن النجاره ولا الحداده ولا ايا يكن. تمام لحد كده. خلينا ننهي النقطه دي ونروح للنقطه الثانيه. نقطه كمان من الحاجات اللي انت هتواجهها والمشاكل اللي انت هتواجهها لو ما حسنتش نفسك، الا وهي الجزء او حاجه اللي هي بتاعت خيبه امل اهلك فيك. ماشي. بمعنى ايه؟ بص، احنا اهلنا بعيدا عن الناس اللي انت بتشوف ليهم البوستات والفيديوهات والحاجات اللي بتشوفها على النت بشكل عام، اللي هم بيقعدوا يقولوا مثلا يعني مثلا بيقول لك ايه، احنا مثلا انا اهلي ما خلفونيش عشان مش عارف ايه، انا لو كان ليا الاختيار ما كنتش او كنت او الى اخره من الحاجات دي كلها. سيبك منهم، الناس دي نصابه. ان شاء الله زي ما قلت قبل كده كذا مره، هعمل ان شاء الله فيديو بعدين على يوتيوب بعيدا عن السلسله دي، غالبا هيكون اسمه نصابين ما تسمع لهمش. هيبقى ضامن ولامم فئات كتيره جدا من الناس حواليك في كل مكان، وانت بتستهلك المحتوى بتاعهم وانت شايف ان هو واو، وبتسمع النصايح وبتسمح ليهم ان هم يغسلوا دماغك بالشكل ده، وانت مش عارف ان هم يغسلوا دماغك وان انت بتتاثر سلبا. فانا هوضح لك الكلام ده بعدين ان شاء الله. بس من الناس دي، نوع من الناس دي ونوع من المحتوى ده هو المحتوى اللي بتلاقيه بيقول لك ايه، يعني اللي هو الناس اللي بيقول لك ان اهلنا ما خلفناش عشان نحقق احلامهم ونعمل ونسوي. بص يا حبيبي، واحد من اسباب او من طرق الناس ان هي بتحسن حياتها بيها هو ان هم بيتجوزوا، وبعد ما بيتجوزوا بيخلفوا وبيربوا عيالهم
بيحاولوا يخلوهم على قد ما يقدروا في وضع احسن منهم هم كآباء يعني ليهم. ليه؟ بص، او مثلا في شخص نجار ده بيتجوز وبيخلف على امل ان ابنه لما يكبر يشيل اسمه او يشتغل ويساعده، او حتى واحد دكتور او طيار او مهندس او ايا يكن. تمام. كونك انت بقى حد دماغك مغسوله، كنت ولد او بنت دماغك مغسوله بان انت مثلا بتسمع الكلام لواحده هنا ولا لواحد هناك ولا ايا يكن، بيقول لك ان مش عارف ايه ولا والحريات والحاجات والمش عارف ايه، فانت ضال. تمام، انت ضال بسبب شخص مضل. هو ممكن يكون ضال مضل، يعني هو ممكن يكون اصلا هو مقتنع بالحاجه دي فبيقولها، فهو هو ضال، هو نفسه ضال وبيقولها وبيوصل الكلام لغيره، فهو ضال مضل. انت هنا ضال بس. ماشي، فانت هنا دماغك بتتغسل وخلاص. فانت الكلام ده سيبك منه، الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده مش عايز مصلحتك اغلب الوقت، الكلام ده بتشوفه من الناس ولا هم عايشين حياتك ولا يعيشوا حياتك ولا مهتمين بيك اطلاقا. انت بالنسبه لهم مجرد لايك او شير او كومنت، حتى لو انت كومنت مش على مزاجهم هتتحذف. لو انت لايك مش على مزاج هيعملوا لك بلوك، صح؟ اظن اتعرضت لحاجات زي كده كتير. فانت سيبك من الناس دي وركز يعني في الفطره والدين وخلافه. ماشي، المهم انت لو انت ما اشتغلتش على نفسك، ما حسنتش نفسك وخلافه، هتلاقي مع الوقت اهلك هيحسوا بخيبة الامل فيك. يعني ايه؟ يعني بص، انت دلوقتي مثلا حد مثلا في مستوى معين ماشي، واهلك في مستوى معين معاك، وانت المفروض ان انت بتشتغل وتطور نفسك، والمفروض تشتغل وتطور نفسك وتعمل وتسوي، بس انت ما بتعملش ده. وفي حد تاني من نفس سنك او حد جارك او في بلدك او في ابن خالك او ابن عمتك او ايا يكن من الحاجات، الشخص ده طالما هو بيطور نفسه وبيعمل ويسوي، هو زيك في نفس سنك في نفس ظروفك في نفس مش عارف ايه، وانت قاعد طول الوقت ما بتعملش حاجة او مكسل او ايا يكن، الشخص التاني بيتحسن، مع الوقت اهلك هيبقوا حاسين بان انت مقصر، وانت تبقى بالفعل مقصر، بس مع الوقت هيبقوا يعني املهم خاب فيك. بص، ممكن تكون انت حد ربنا حاطط على عينيك غشاوات كفايه ان انت ما تشوفش ده في عينيهم، او ما تشوفش ده او ما تسمعش ده وهم بيتكلموا، بس حد من بعيد ممكن يشوف ده او يلاحظ ده ما بين كلامهم. بمعنى ايه او ازاي؟ بص، عارف لما يكون عندك طفل صغير او طفله صغيره، الطفل الصغير ده مثلا مش بيبقى عندنا مثلا طفل قد كده في يوم، وفي تاني يوم بيكبر ويبقى قد كده، يبقى مثلا شاب صغير ولا ايا يكن، ولكنه مع الوقت بيكبر، كل يوم غالبا بيكبر، بعد اسبوع وشهر واسبوع وشهر الى اخره وسنه والتانيه بيكبر. انت كشخص بتربي الطفل ده غالبا مش بتلاحظ الكلام ده، غالبا مش بتلاحظ ان اسنانه كبرت او طلعت وبعدين كبرت، او مش بتلاحظ ان شعره طول شويتين او هو طول اصلا او ايا يكن. ولكن حد تاني غريب او حد تاني مثلا بيشوف الطفل ده كل فتره والتانيه، كل ما يجي ما شاء الله ده كبر او دي كبرت، ما شاء الله ده شعرها طول، ما شاء الله ده كان في الاول ما بيعرفش مش عارف يعمل كذا، ده دلوقتي بقى ما مش عارف بلعبه بيركز معايا، ده كان الى اخره. انت كشخص بقى عايش مع اهلك، انت اصلا بالنسبه لك الموضوع انت في وضع اصلا دي الكومفورت زون او زون المرقعه او زون الراحه او منطقه الراحه او ايا يكن، انت فيها. تمام، انت فيها. ماشي، انت فيها والظروف بتعلى وانت ما بتعلاش معاها، انت يا اما تفضل في مستواك يا اما تنزل لتحت. انت بتنزل بالراحه بالراحه بالراحه، فانت مش ملاحظ ده، بس اهلك ملاحظين ده، لان هم شايفينك بقى زي ما كنا بنتكلم عن اهلك، ان انت عشان ما انت عايش معاهم مش شايف ده في عينيهم، او زي الطفل مثلا انت عايش مع الطفل فمش شايف ده عليه، فانت اهلك هم من بعيد شايفينك وشايفين حد تاني بيقارنوك بيه. والمقارنات دي صحيه ان شاء الله ممكن نتكلم عنها بعدين، موضوع المقارنات يعني، بس هم بيقارنوا. ماشي، فعارفين او عارفوا ان انت مش بتعمل مش بتتحرك، ولكن في غيرك ناس تانية يا اما في ظروفك او في سنك او حتى في اقل منك بالظروف او غيره وضعهم اتحسن، وانت وضعك بيسوء، انت بالنسبه لك مش شايف حاجه اصلا، بس هم بالنسبه لهم هم شايفين ده. حلو. فعلى المثال بقى او على الفكره بتاعت خيبه الامل اهلك، انت مش هتبقى شايفها فيهم، مش هتبقى شايفهم، مش هتبقى سامعهم مش هسمعها في كلامهم، مش هتعرفها من كلامهم، لان ده الكلام اللي بيقولوه بشكل عام، هي دي نظرات عينيهم، هي دي كل حاجه، بس حد من بعيد او حد بره عنك او ايا يكن هيلاحظ الكلام ده فيهم، لان انت زي ما قلنا انت ممكن يكون ربنا حاطط على عينيك غشاوات كفايه، او انت ربنا مش رازقك بالفطنه والفراسه والحكمه والخبره والكافيين ان انت تشوف ده في عينيهم، بس حد تاني اكبر من قدك، اكبر منك، اصغر منك، ايا يكن، بس غالبا هيكون بعيد عنك شويه، يعني بعيد مش من اسرتك نفسها، ممكن من اسرتك، ممكن اخواتك حتى عادي، ممكن اختك مثلا والدتك وهي بتفضفض مع اختك ولا مع اخوك ولا ابوك مع اخوك ولا ابوك مع ايا يكن، يلاحظ الكلام ده. ماشي، بس انت
غالبا مش هتلاحظه. بلس يعني بجانب بقى طبعا زمان الغشاوات اللي على عينيك وان انت مش خبير كفايه في الناس وخلافه، بلس ان انت اصلا عنادي. غالبا الشباب من الحاجات المتعارف عليها ان هم بيكونوا عناديين، فانت ممكن تكون عنادي، فانت بتقاوح في الغلط وخلاص، او ايا يكن اللي بتعمله معاهم ايا يكن. فانت برضو دي كلها مش مخليك شايف خيبه الامل اللي في عينيهم بسببك او ليك انت. فانت لو ما طورتش نفسك هتلاحظ خيبه الامل دي في عينيهم. دي حاجه مش مهمه. انا بختصر في الكلام والله، مش عايز الفيديو يطول، بس دي حاجه مهمه جدا. ليه تعمل كده في اهلك؟ ليه تعمل كده في اهلك؟ اهالينا زي ما قلنا من تاني، اهالينا اتجوزوا في ظروف غالبا ما بتكون صعبه، وبيشتغلوا على نفسهم، بيطحنوا نفسهم، وبيعملوا بيسووا، بيساعدونا على قد ما يقدروا علشان احنا نبقى في وضع كويس، مش علشان اهلك. ما اهلك واهلي واهلنا وكلنا بشكل عام مش بيخلفونا علشان الواحد مننا يحسن من حياته هو نفسه وبعدين يساعدهم لما يقدر يساعد نفسه ان شاء الله. مش بيخلفونا علشان الواحد مننا كده يعني يبقى نايم وماسك الموبايل وداخل على تويتر ولا داخل على مش عارف ايه بيعمل جدالات ونقاشات، والشخص اللي هو الحقوقي اللي مش عارف اللي بيتكلم في القضايا الكذا 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 الكذا، وهو على الله حكايته وامه عارفه انه على الله حكايته، وان هو يعني عنده مشاكل، وامه وابوه والعيله والبلد كلها عارفين انه عنده مشاكل، وهو نفسه عنده مشاكل، بس هو بيمرهم نفسه، بياخد مسكنات بشكل عام. فالنقطه دي مهمه، ركز فيها، عيدها من تاني. والله العظيم انا بختصر في الكلام عشان الفيديو ما يبقاش طويل بس مش اكتر، ولكن نقطه مهمه يعني خليها تدخل في دماغك. فكر في الكلام بشكل كتير بعيدا عن ان هو كلامي، فكر في الكلام بشكل عام. اهلك هم اهم ناس بالنسبه لك. ليه تخيب املهم فيك؟ ليه انت ما عندكش ايدين، ما عندكش رجلين، ما عندكش عقل، ما عندكش مخ، ما عندكش الامكانيات البسيطه اللي هي زي ما قلنا كده من شويتين فاتوا؟ انت محظوظ عن ناس كتير جدا، انت محظوظ بحاجات كتير جدا. ليه تضيع وقتك على المطوشه، متابعه الماتشات والالعاب اللي هي الفيديو جيمز والافلام والمسلسلات والنت والسوشيال ميديا والحاجات؟ ليه كده؟ ليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تعمل في نفسك؟ وليه بالتبعيه تعمل فيهم كده؟ ليه هم ما يستحقوش بجد والله العظيم، ما يستحقوش منك كده. انت شخص محظوظ، انت غالبا عارف حاجات او مواضيع او حاجات بشكل عام اهلك مش عارفينها، واهلك خلاص الفرصه بتاعتهم راحت عليهم. انت مثلا دلوقتي عندك، خلينا نقول من اكتر المشاكل اللي بتقابلك في يومك، انت مش عارف تلتزم ومش لاقي الالتزام والتحفيز ومش عارف ايه عشان تذاكر. اهلك او ابوك مثلا او ايا يكن كان بيطلع عينه علشان ياخد 300 ولا 400 جنيه مثلا، ولا دلوقتي مثلا ايا يكن المبلغ بتاعه، انا بتكلم 300 400 جنيه زمان مثلا، وبيطلع عينه. دلوقتي مثلا ايا يكن المبلغ، ربنا يوسع على الناس كلها، من يرزق الناس كلها من وسع، بس بيشتغل وبيطحن نفسه وبيشتغل في حين ان هو سنه كبير، بيشتغل في عز الحر وبيخرج في عز البرد وبيعمل ويسوي. لو والدك بنسبه كبيره جدا، لو والدك متاح ليه في مجالاته مثلا، متاح ليه مجموعه من الكورسات مثلا اللي هو لو اخدها مثلا ذاكرها هيحسن من دخله والامور تبقى تمام ومش عارف ايه في خلال شهور، في خلال سنه، في خلال اتنين، بنسبه كبيره جدا 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 يعني انا واثق في الكلام اللي بقول لك عليه ان ابوك هيعمل الحاجه دي. انت بقى مش عايز تعمل الحاجه دي ليه؟ عشان عندك يعني في تشتيت حواليك. اتكلمنا عن موضوع التشتيت قبل كده. عشان مش عارف تلتزم، اتكلمنا اظن عن الالتزام كفايه لغايه دلوقتي. اتكلم مثلا عشان ما مش عارف تنظم وقتك، اتكلمنا عن كل الحاجات دي كلها. انت متخيل ان احنا دلوقتي بقينا اجيال، احنا كاجيال اصلا اغلب مشاكلنا مثلا اغلب مشاكلنا واحد مثلا مش عارف ينسى حبيبته ماشي، ولا واحد تاني مثلا يعني مش عارف ازاي يلتزم في حياته، ولا واحد تالت مش عارف مثلا ايه، مثلا خايف زي الكوميكس المستفزه، مش هقول مش مستفزه، اللي مش اللي هي مثيره للشفقه. مثلا لو بيقول لك مثلا واحد خايف يرجع البيت الساعه مش عارف كذا بالليل عشان الكلاب اللي على باب الشارع. خايف من كلاب؟ خايف من شويه كلاب في الشارع؟ يعني بجد ازاي بقى؟ ازاي احنا اتحولنا من مثلا اهالينا زمان كان عندهم مثلا المشاكل لما الواحد منهم يقول ان هو في مشكله او تعبان او في حاجه مأثره عليه، تلاقي مثلا ان رجله مكسوره، تلاقي ان مش عارف عنده كذا في بطنه بقى لها كذا يوم تعبان، مثلا معدته تعبان بقى لها كذا يوم، ولا مش عارف ايه، ولا في حين ان انت اغلب المشاكل بتاعتك او بتاعتنا احنا بتاعت الاجيال دي بشكل عام في دماغهم، مشاكل في دماغهم. الواحد منهم لو نفس الشخص ده، بس هو نفس الشخص كان اتولد من 10 سنين ولا 20 ولا 50 سنه فاتوا، وخليته بقى هو نفس الشخص ده، حطيناه في واحد من يعني لو هنقول بقى اللي هي المالتي يونيفرسز او الحاجات اللي هي الاكوان المتعدده والحاجات اللي بيقولوا عليها دي، لو خدنا نفس الشخص اللي هو عنده نفس المشاكل اللي هي بتاعت اللي قلنا عليها من شويه دي، حطيناه من 50 سنه فاتوا، وجينا هو 50 سنه فاتوا كده خليناه يبص بنظره على المستقبل، وشاف ان من ضمن في اجيال منها
ناس عندها مشاكل كذا كذا كذا، ورينا نفسه، هو مش هيبقى عارف نفسه طبعا، ورينا نفسه، هيقول ايه العيال الطريه دي، ايه العيال المتنيه دي، ايه العيال اللي يعني ايه العيال اللي مش رجاله دي، عيال، هيفضل يقول عيال مش هقول رجاله، فما يفضل يقول عيال 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 عيال، حتى لو كان الواحد منهم عنده 20 سنه ولا 30 سنه ولا ايا يكن. ازاي بقى تحولنا من كده؟ يعني تحولنا من الناس اللي هي المشاكل الحقيقيه اللي كانت عندهم، ان واحد مثلا ما عرفش وهو شغال مثلا مش عارف العربيه مشيت على رجليه، فهو لابس مش عارف ايه وخلاص وكمل شغله عادي، وبقى يعني في رجله تعباه شويه وخلاص. او واحد مثلا بقاله مش عارف معدته تعباه بقالها كتير جدا مثلا ومكبر او مطنش، علشان مثلا يعني عشان يعني ايه بيوفر الفلوس عشان يودي ابنه للدكتور، او عشان يعمل او عشان يسوي. الناس دلوقتي شباب دلوقتي مشاكلهم كلها في دماغهم. دماغهم الجمله اللي انا بكررها كتير جدا، دماغهم شغاله ضدهم مش شغاله لصالحهم. ازاي تحولنا من ده لده؟ دي من العن ثمار الحداثه الخبيثه، ثمار خبيثه. عارف انت لما تزرع زرعه وتطلع لك يعني جزء من الشجره مثلا يطلع لك ثمره كويسه صالحه للاكل وخلافه، تلاقي ثمره تانية خبيثه بايظه وحشه لو كلتها هتموتك غالبا. فاهم؟ دي بقى من الثمار الخبيثه السامه الفاسده بتاعت الحداثه. من الثمار الحلوه طبعا الموضوع ان احنا بقينا في تطور وفي تقدم وفي حاجات مشاكل كتير اتحلت وحاجات كتير، بس دي من ضمن من اسوأ والعن نتائج الحداثه، هو الهشاشه النفسيه اللي الناس عايشه فيها. الواحد اللي هو زي ما بيسموه كده جيل ندف الثلج، اللي هو الثلج او الثلج او ايا يكن، اللي هو السنو فليك جنريشنز تقريبا بيقولوها كده بالانجليزي. اللي هو الواحد من دول اللي هو بيبقى يعني يعني لو واحد مثلا في الشارع زعق مثلا معاه ولا مش عارف ايا يكن، وهو كان رايح مثلا شغل ولا رايح اي حاجه، هيروح ويقعد يعيط. انا عارف ان الموضوع فيه مبالغه سنه، بس عشان اوضح لك الموضوع عامل ايه، اوضح لك قد ايه احنا في وضع وحش، او قد ايه الاجيال دي في وضع وحش. ليه بقى كده؟ ازاي وصلنا من ده لده؟ يعني ازاي وصلنا من ناس يعني solid as rocks، يعني ناس جامده جدا زي الصخور، لناس هشه جدا زي ندفة الثلج. عارف ندفة الثلج دي اللي هي عارف انت في شكل الثلج اللي هو مش عارف بيني سداسي كده او حاجه. الثلجيه دي اللي هي بتبقى نازله من السماء، هي معروف الثلج ده اكتر مره، بس الثلج بشكل عام اللي هو بيبقى بينزل من السماء ده، لو مسكته وعملته كده، او ريشه مثلا لو مسكت ريشه وعملتها كده، إيه اللي هيحصل فيها؟ تتكسر. انما لو جيت مسكت صخره ومسكتها وضغطت عليها مش هيحصل لها حاجه. لو خبطتها بايدك، ايدك غالبا اللي هتتكسر. لو خبطتها بدماغك، دماغك اللي هتنشق مش هي اللي هتتكسر. اتحولنا بقى من اجيال اللي هم ابهاتنا وخلافه، الاجيال دلوقتي هم في هشاشه الريشه، انت متخيل؟ او في هشاشه الازاز الخفيف الرقيق كمان. عارف الحديث اللي هو بتاع رفقا بالقوارير؟ بقينا في هشاشه القاروره، يعني اللي هو مش من صخره، عارف انت، من صخره لازازه او من صخره لورقه. عارف انت حجر مقص، حجر ورقه مقص، حاجه كده اللعبه دي. فمن من صخره، من نشوفيه وجموديه وصلابه وصلادة صخره للورقه. ازاي بقى عملنا كده؟ ازاي وصلنا لكده؟ بالتالي او بالتبعيه بقت المشاكل من مشاكل حقيقيه كبيره لمشاكل حاجات تافهة، حاجات يعني بسيطة جدا، حاجات الناس بشكل عام يعني بتبالغ فيها. يعني عاملة زي بالظبط واحد عنده شوية مغص، واحد عنده ورم في معدته في مكان ما، ماشي، واحد عنده ورم، الشخص ده يعني بيشتكي كل فترة كده لما بيحصل مش عارف، هو عارف ان هو تعبان، ماشي، بس هو بيشتكي كل فترة كده، والتانية لما يكون مش عارف ايه، وشخص تاني يا دوبك عنده شوية مغص تاني بيعيط عليهم. ده برضو الفرق، ده مثال تاني بيوضح الفرق. المهم الكلام، انا كنت بقول ان انا يعني المفروض ان انا كنت بختصر عشان اخلص من النقطه دي، بس اتكلمنا بشويه زي بزياده شويتين عنها. ارجع للكلام كذا مره في تايم ستامبس، او اللي هي البتاع اللي هي ما بتنزل في الديسكربشن بتاع الفيديو ده، بتلاقي فيه كده كل حاجه مرقمه بالوقت بتاعها. ارجع للنقطه دي تاني، النقطة اللي هي رقم كام دلوقتي؟ 1 2 3 4. النقطة رقم 4 ارجع لها تاني كذا مرة، اسمع الكلام فيها كذا مرة، لأن دي من أهم النقط هي واللي جاية كمان. النقطة الجاية أو واحدة من الحاجات اللي أنت لما ما تشتغلش على نفسك وتطور نفسك وخلافه هتتضر فيها، ألا وهي أسرتك المستقبلية. بص، أنت دلوقتي مهما كان سنك، أنا بتكلم للرجالة أو للشباب، مهما كان سنك أنت، سواء عندك أيا يكن السن، مش هدي سن معين، بس أيا يكن السن، المفروض إن أنت بتشتغل على نفسك علشان نفسك، ولكن بتشتغل على نفسك برضو علشان أسرتك المستقبلية اللي هي بعدين، بتاعت بعدين اللي أنت هتبنيها، اللي هي تبقى زوجتك وأولادك إن شاء الله.
فانت بتحسن نفسك علشان نفسك وكل حاجه طبعا، بس بتحسن نفسك برضو علشان قدام تعرف اول حاجه ما تبقى انت في وضع كويس مثلا اجتماعيا وماديا ومهنيا والمستوى اللي هو الجسماني وحتى الروحاني اللي هي المستوى اللي هو المنتلي او ذهنيا وخلافه. تبقى قادر ان انت تعرف يعني تدخل حياتك بنت فيها اغلب او جزء كبير من المواصفات اللي انت حاببها. لو ما اشتغلتش على نفسك مش هتعرف تعمل ده. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الكلام خالص، صح؟ لو واحدة بنت تقدم لها اتنين، واحد زي ما بيقولوا كده بالانجليزي established او اللي هو يعني مظبط اموره خلاص ومستقر ومش عارف ايه، واحد تاني يعني هو على الله حكايته خالص، بالعكس بقى مش بس على الله حكايته، هو معروف ان هو بقى على الله حكايته بقاله سنين كتير جدا، وعلى الله حكايته معروف ان هو مش بيحاول مش بيعمل. في فرق بين الشخص ده وفي فرق بين شخص وعلى الله حكايته او ظروفه صعبه بس هو بيحاول وبيجتهد، وبتبقى باينه عن الاثنين بالمناسبه. المهم يعني لو بنت متقدم لها الاثنين هتختار مين؟ لو انت بنت يا سيدي مثلا مختار متقدم لك الاثنين هتختار مين؟ هتختار مين؟ جاوب يعني اسال نفسك السؤال ده، وانا سالتك السؤال دوت اهوت، جاوب عليه. فانت علشان توصل للبنت اللي هي فيها جزء كبير جدا من مواصفات احلامك او المواصفات اللي انت عايزها، لازم تشتغل على نفسك علشان بعدين ان شاء الله تقدر بقى تتخلف وتعمل وتسوي في ظل مثلا الظروف اللي هي اللي بتكون يعني المتطلبات المعيشه الغاليه وخلافه. هتبقى برضه مضطر او لازم ان انت تشتغل على نفسك عشان تعرف تخلف طفل والتاني والتالت والعاشر لو عايز تخلف 10 او 100 او ايا يكن العدد. بجانب علشان ان انت عشان تعيش انت نفسك انت وزوجتك واولادك في مستوى كويس، لازم تشتغل عليه من دلوقتي، تشتغل لتحقيق ده من دلوقتي، حتى من قبل ما انت يعني من وانت لسه شاب صغير، ومن قبل ما انت تفكر في مثلا في خطوبه، من قبل ما تفكر في الجواز، ومن قبل ما تفكر لازم تشتغل لده من دلوقتي. فلو انت ما عملتش ده دلوقتي هتبقى بتحرم نفسك وبتحرم اسرتك بشكل عام المستقبليه حاجات كتير. انت اهلك مش هتتحاسب عليهم بنسبه كبيره، بس اسرتك اللي هي زوجتك واولادك ومش عارف ايه، هم دول اللي انت هتبقى محاسب عليهم بنسبه كبيره جدا جدا جدا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فانت هنا دي الرعايه بتاعتك اللي انت مسؤول منها. اي نعم اهلك ممكن تساعدهم ومسؤول منك بدرجه ما، بس اهل اسرتك هم اللي انت مسؤولين منك بشكل كبير جدا. فانت المفروض ان انت بتشتغل على نفسك وبتعمل وتسوي علشان ما تعيشهمش في المشاكل اللي انت عشت فيها. خلينا نقول ان اهلك كانوا عايشين في مشاكل بمستوى قد كده، ماشي، ومعاك انت هم نفسهم معاك انت قللوا المشاكل بتاعتهم قد كده، ماشي. المفروض ان انت تقلل المشاكل اللي ولادك هيعيشوا فيها بنسبه اكبر بكتير، مش تقللها للصفر. لو حتى انت وصلت للمستوى ان انت قادر تعمل ده ما تقللهاش، لان الراحه المطلقه للاطفال وبالذات للولاد وكده، الولاد بالذات يعني مش البنات، الراحه المطلقه للاطفال بتخلي الاطفال او الاجيال اللي تطلع اجيال ناعمه، يعني ما مروش بمشاكل وما اختلطوش ما عملوش وما سووش، فاجيال ناعمه هشه اكتر اصلا من الهشاشه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها من شويه. فلو انت عندك الامكانيه دي ما تعملش كده، بس اقصد انت بعد ما اهلك كانوا هنا ونزلوا المشاكل كده، انت نزلها شويه كمان، نزلها مع اولادك شويتين كمان. لو انت ما اشتغلتش على نفسك ما عملتش ما سويتش، عيالك انت هتبقى عايش في وضع وحش وعيالك هيبقوا عايشين في وضع وحش، وظروف المعيشه هتبقى بتزيد عليك. وزي ما كنا بنقول من شويه ظروف المعيشه هتبقى بتزيد عليك انت بشكل عام او بشكل خاص يعني، وعليهم هم بشكل عام. وهتبقى بعد ما كنت مثلا انت لسه انت متجوز مثلا وبقيت مثلا يعني في مبلغ معين ايا يكن المبلغ ده هو بيعيشكوا حياه كويسه، بعد سنه نفس المبلغ مش هتقدر تعيش بيه حياه كويسه، هتبقى محتاج نفس المبلغ وعليه نسبه مئويه. بعد سنه كمان هتبقى محتاج نسبه مئويه اكتر ونسبه مئويه اكتر بعد سنه وهكذا. فلو انت ما اشتغلتش على نفسك من دلوقتي وما عملتش وما سويتش، هتقع في الفخ ده، والفخ ده او الحاجه دي وحشه، ما تتمناش انت تقع فيها. يعني انت لوحدك دلوقتي وانت مثلا ماشي في الشارع كده ومفيش في جيبك غير 20 جنيه، دي حاجه. وان انت تبقى اب بقى وعليك مسؤول مثلا منك اولاد ومش عارف ايه، وطفل ممكن يتعب ولا مش عارف حد محتاج يشتري هدوم العيد ولا مش عارف ايه، ومفيش في جيبك غير 20 جنيه بس، دي قصه مختلفه تماما، حاجه تانية خالص. تمام. انت ما تحبش تعيش الموقف، ما تحبش وما تتمناش تعيش الموقف ده، فعلشان ما تعيشهوش اشتغل ليه من دلوقتي. مش عايز اطول اكتر من كده، الفيديو وصل يا الله وصل ل 46 دقيقه دلوقتي، ممكن بقى بعد ما نشيل مثلا كام دقيقه يبقى حاجه 40 دقيقه. مش عايز اطول اكتر من كده. الفيديو ده اسمعه اكتر من مره عادي، سرع الفيديو اخره واعمل ايا يكن، بس اسمعه مثلا اكتر من مره لو حابب، سجل نقط لو حابب، خلي الكلام ده فكر فيه، استوعبه، ما تفكرش ما تتفرجش على الحاجات دي كتسليه زي ما قلنا. فكر في كل حاجه وخدها في اعتبارك. انا مش عايز منك حاجه حقيقي والله قد ما انا عايز مصلحتك.
يعني حتى مش عايزك تشكرني ولا تدوس لايك على فيديو ولا مش عايز اي حاجه. هو يعني انا دي حاجه بيني وبين ربنا، اتمنى ان ربنا يقبلها وخلاص. فانت بالنسبه لي مش عايز منك حاجه، زي ما اقول لك اللي انا عايزه انت بس تشتغل على نفسك وتعمل نفسك وتطور نفسك لنفسك اول عن اخر يعني. التاثير الجانبي اللي بيجي ان انت ممكن بتحسن نفسك، ممكن تساعد اهلك، تساعد صحابك، تعمل تسوي، بس الاهم انت تساعد نفسك اصلا. اشتغل على نفسك، ربنا يوفقك، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات الجايه.